الطريق ده هدخلك منه على ميات النصرانيه اللي بره اللي محدش يعرفها. كمان بدل ما اجيبك من على الدولي من اخر الدنيا هناك واوديك انا النصرانيه، لا، انا هدخلك على ميات النصرانيه اللي انا عايز اقول لك عليها من هنا، وهدخلك على ميات العمار. ما هتكلمش على العمار، ميات العمار. ناس كتير عارفه ميات العمار، بس في كم ميه، 2 3 دول اللي توب ومتداريين برضه دول هقول لكم عليهم. حلو كده. طب الميزه الكبيره بقى، الميزه الكبيره ان في الشتاء هتقدر تدخل الاماكن ديت وتقدر تصطاد. كمان ان المنطقه الجديده دي هتقدر تدخل منها للمنطقه الاولانيه اللي انت بتدخل اللي كنت بتروحها، علي سلامه وغيره 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 والنمل، لانهم مربوطين ببعض اصلا بس من الناحيه الثانيه. يعني انا ادخلك من الناحيه الثانيه. الاول كده يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. خلوا بالكم ان الفيديو ده مش فيديو عادي. حلو. الفيديو ده مميز جدا والله والله والله. ده الجزء الثاني طبعا. الجزء الاولاني انا نزلته من كام يوم، تمام. المفروض ان الفيديو ده كان ينزل امبارح، بس لقيت ان انا هتاخر فقلت انزله الصبح، معلش. بصوا يا رجاله، الفيديو ده مهم ليه بقى؟ اول حاجه خلي بالك منها، ان انا هقول لك على منطقه جديده، تمام. ادي واحد، وميات جديده، وفي نفس الوقت المنطقة دي والميات دي ليها طرق مختلفة تماما عن الطرق التانية اللي احنا كنا بندخل منها من على الدولي الإسرائيلي وطريق المتاهة والكلام ده. يعني هنبعد عن التكسير وكده، فالطرق دي جديدة أو طرق مسفلتة وطرق كويسة. طيب إيه الميزة التانية ولا التالتة؟ كمان إن المنطقة الجديدة دي هتقدر تدخل منها للمنطقة الأولانية اللي أنت بتدخل اللي كنت بتروحها، علي سلامة وغيره 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 والنمل، لانهم مربوطين ببعض اصلا بس من الناحيه الثانيه. يعني انا ادخلك من الناحيه الثانيه. حلو كده. طب الميزه الكبيره بقى، الميزه الكبيره ان في الشتاء هتقدر تدخل الاماكن ديت وتقدر تصطاد، لان في الشتاء لما الدنيا كانت بتمطر شويه خلاص انت بتقعد في البيت مش هطلع اصطاد، تستنى الشتويه، تستنى تهدى شويه او الجو يشمس شويه بين الشتويه والشتويه في اول الشتاء، وتقول انا هطلع، وبرضه تبقى قلقان. لا، ده انت في عز الشتاء لو عايز تطلع تطلع. ليه؟ في الشتاء يا جماعه ميات المزارع بتاكل كويس جدا، وسمكتها بتبقى كبيره جدا جدا جدا، لا في بخ ولا في غيره ولا كلام من ده، وبتاكل والدنيا بتمطر. بس احنا ما كناش بندخل، صعب ندخل جوه المزارع. المنطقه دي بقى هتقدر تدخلها. طيب الناس اللي متعوده على منطقه علي سلامه واللي حواليها والنمل وغيره 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 وغيره، مش متعوده على الاماكن دي، فمن الفرصه ليك انك تاخد بالك من كلامي دلوقتي وفي الفيديوهات اللي جايه عن المنطقه دي، علشان تتعود عليها زي ما اتعودت على الاماكن التانيه. تقدر تربطها بالاماكن التانيه وتعدي من هنا، وتقدر بعد كده تبقى انت يجي عليك الشتاء تبقى انت عارف السكه وعارف الطريق وعارف الميات، كم ميه انا قلت لك عليها ان شاء الله هتبقى انت عرفتها، ويبقى انت تمام التمام وربطت الاماكن ببعضها. تروح النصرانيه، عايز تروح النصرانيه من هنا ماشي، عايز تروح علي سلامه ماشي، عايز تروح النمل ماشي، عايز تطلع الدولي من الطريق ده برضه اطلع، ما عندكش مشكله، تمام. وقريب هم بيتصلحوا في الاسرائيل وهيحجروه ويظبطوه، تبقى الدنيا حلوه على الكل. خلاص. فنخلي بالنا بقى من الطرق، ونخلي بالنا من ايه، من الكلام اللي انا هقوله. ركزوا معايا. انا هعمل لكم لوكيشن لكذا مكان. اول مكان دخلت طريق ضمره من كفر الشيخ. في كذا دخله، في طريق منشيه عباس عملت له فيديوهين قبل كده او 3، وفي كذا ميه قلت عليها، وطريق الوحال وكلام من ده. لا، ده طريق شلمه، ناس كتير عارفاه. حلو. طريق شلمه دخلته من عند نادي القوات المسلحه. حلو.
بعد الموقف مفيش كيلو، حاجه بسيطه، موقف كفر الشيخ. فالناس اللي هتيجي من القاهره بقى ومن طنطا والمنوفيه والشرقيه وكل الاماكن والمحله، كل المنطقه دي كلها هتدخل من الطريق ده، مسافه زي الفل. سكتك حوالي ساعه، حوالي 28 30 كيلو تقريبا. خلاص؟ حلو. هعمل لك لوكيشن على اول الطريق. ركز، ادي اول لوكيشن، اول لوكيشن هحطه لك على اول الطريق. هتروح عند اللوكيشن ده تعرف ان دي بدايه السكه بتاعتك. حلو؟ ادي واحد. يبقى انت هتخرج من بيتك او اول ما توصل كفر الشيخ اعمل لوكيشن للمكان ده عشان توصله. رغم ان انا هوصفه لك برضه، هعمله لك وصف برضه. سهل كده؟ طيب. كمان هعمل لك لوكيشن في قلب دمر، في وسط دمر، عند الكوبري الرئيسي بتاع دمر، علشان يجيبك من عند دخلة دمر، من عند طريق شلمة من اوله لحد دمر. يبقى انا كده وصلتك عند دمر ووقفتك. ركز، وقفتك هنا ليه؟ المنطقة دي بقى فيها كل حاجة انت عايز تفضحها بقى، اكل شرب بقى، جمبري، بس بعد الساعة 7 الجمبري، علفة بقى، علفة فراخ، علفة سمك، فاكهة، كل حاجة. الناس هناك بيصحوا من بدري لانهم بيطلعوا يشتغلوا في البحر، بيصحوا من قبل الفجر. الدنيا هناك صاحية 24 ساعة على فكرة. ماشي؟ يبقى ده تاني لوكيشن هعمله لك. بعد كده هاخدك من المكان ده وامشي بيك بالخريطة سهلة جدا. هتقول لي ما عملتليش لوكيشن ليه لحد المكان؟ ما انا لازم امشي معاك عشان افهمك شوية حاجات في الطريق. اللي يهمني انك تفهم الدنيا ماشيه ازاي زي ما انتم متعودين معايا، مش انا احط لك لوكيشن واسيبك كده وخلاص. فانا سهلت عليك، بدل ما اقعد اوصف لك من بعيد هتمشي كده تخش كده لحد ما توصل هنا، وتمشي كده لحد ما توصل هنا دمره يعني. لا، كل ده اختصرته لان سهل ان اللوكيشن هيجيبك عادي. حلو؟ انا جوه المزارع صعب انا قلت، انما هنا سهل مفيش مشكله، هتوصل. بعد كده هاخدك اوديك، والميه دي برده اللوكيشن بتاعها ينفع على فكره. لكن انا عايز افهمك شويه حاجات كده احنا ماشيين. خلاص؟ انا صورت الفيديو خلاص، جهزته، اللي هو التصوير بتاع الطريق، وهربط بقى المقطع ده بالمقطع الثاني واظبط لكم الدنيا. ركزوا معايا وان شاء الله ربنا يرضيكم، ومحدش يشغل دماغه ويروح هنا ويروح هنا ويعمل اي حركه. التزموا بالكلام اللي انا بقوله علشان ما يحصلش مشاكل. خلاص؟ الطريق ده هدخلك منه على ميات النصرانيه اللي بره، اللي محدش يعرفها. كمان بدل ما اجيبك من على الدولي من اخر الدنيا هناك واوديك هنا النصرانيه، لا، انا هدخلك على ميات النصرانيه اللي انا عايز اقول لك عليها من هنا، وهدخلك على ميات العمار. ما هتكلمش على العمار، ميات العمار. ناس كتير عارفه ميات العمار، بس في كم ميه 2 3 دول اللي توب ومتداريين برضه، دول هقول لكم عليهم. الطريق ده هيبقى حلو. خلاص؟ في على فكره طريق بتاع الوحال. طريق الوحال ده طوله حوالي 15 16 كيلو، مختصر، يوصلك لحد دمر. بس انت هتمشي في شويه سكه من اول الصوامع لحد ايه؟ لحد دمره مدشدشين يعني، وحجاره وبهدله وحاجات كده. لو انت عايز تيجي منه ما عندكش مشكله، انا هحطه لك برده كبدايه، زي ما حطيت طريق دمره من عند شلمه، هحطه لك كبدايه برده بحيث انك تمشي عليه. خلاص؟ ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، انا عارف انه هيعجبكم ان شاء الله. الفيديو ده كويس وان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين كله هيتراضى. وفي ميات جامده جدا يا جماعه هناك، ومنطقه حلوه ومنطقه جميله وحيويه، وهتنفعك طول السنه هتصطاد فيها. وده اللي انا عايز اراضيكم عشان ربنا يراضيني. سلام عليكم. يلا يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. بصوا يا رجاله، دي دمره يا رجاله، دي دمره. خلاص؟ طيب، انا ليه بجيبكم من هنا؟ زي ما اتفقنا ان احنا هنروح منطقه الشخلوبه، اللي هي اداريا في منطقه اسمها كوم الدهب. في بلد قريه كده اسمها او عزبه اسمها كوم الدهب، بس مش هي، لا. اداريا المكان بيظهر على الخريطه او بيظهر في المحرك البحث كوم الدهب. تمام؟ المهم، دي دمره رجاله. طيب، الناس اللي جايه من القاهره والقاهره والمنوفيه وطنطا والمحله، اللي جايين عن طريق كفر الشيخ، اللي كلهم دخلوا كفر الشيخ علشان يروحوا منطقه المزارع عن طريق دمره، مش عن طريق المصرف الاسرائيلي. هيجوا كده يا جماعه، هيبقوا جايين من الطريق ده. هو ده الطريق ده اهو. الطريق ده ترجع يدخلك كفر الشيخ كده، يدخلك دمر. طبعا المسافه دي حوالي 30 كيلو او 28 كيلو، حاجه زي كده. وكمان يا جماعه انا عامل لكم لوكيشن من على اول الطريق ده اللي هتمشي منه، طريق شلمه
طريق اسمه طريق شلمة، في طريق تاني طريق منشية عباس، وفي طريق الوحال، في كذا طريق على فكرة، لكن طريق شلمة ده جديد شوية فحلو وأنا مسافلت والدنيا حلوة وهتمشي عليه مش هيزعلك خالص خالص ومفيش أي مشكلة. فأنا عامل لك لوكيشن من هناك، من على أوله، من قدام نادي القوات المسلحة في كفر الشيخ، خلاص جنب الموقف، فمسهل عليك الدنيا خالص عشان ما تتوهش. ده بالنسبة لانك تمشي على الطريق ده باللوكيشن. صعب سهل ولا صعب؟ سهل طبعا. طيب الناس بقى اللي جايه عن طريق سيدي سالم، اي حد بقى جاي من طريق سيدي سالم، اللي جاي من دسوق، جاي من دمنهور، من ابو حمص، من كفر الدوار، والناس برضو اللي جايه من اسكندريه عن طريق سيدي سالم وسد خميس وابو غنيمه بقى والحتت دي كلها، هيبقوا جايين من على الطريق ده، هيبقوا جايين كده. يبقى في ناس هتيجي من هنا وناس هتيجي من هنا، دي بدايتنا. طيب هنا يا جماعه معرض اسمه معرض الاسلاميه واللافي، تمام، وهنا في جامع كبير هيبقى مميز، فانت لما هتيجي توصل المعرض ده هتشوفه مميز قوي. طيب اللوكيشن انا عامله لك هنا، انا عامل لك لوكيشن لدمر، هل ده هو ده؟ لا، انا عامله لك قدام شويه. بصوا يا جماعه الكوبري اللي بعده، الكوبري اللي عند الموقف اللي هو في نص البلد، بس انا بس حبيت اعرفك بس اللي ورا دي شويه. خلاص بصوا يا جماعه موقف اهو، حتى العربيات واقفه اهي، ده موقف، وده الكوبري اللي في وسط البلد. بصوا يا رجاله، ركزوا معايا عشان هتحتاجوا الكلام ده. كده وكده، كده وكده، هنلاقي السكه اللي بتطلعنا على العمار وهتطلعنا على الصوامع وعلي سلامه، وهنطلع برضو من هنا برضو، بس انا عايزك اقرا معايا وواحده واحده. الشارع ده اهو سوق، الشارع ده اهو يا جماعه سوق فاكهه، الشارع ده سوق فاكهه علشان اللي عايز يشتري فاكهه الصبح. الشارع ده هو فيه جماعه، في ناس، في هنا مطعم، في مطعم هنا، وفي هنا مطعم، وفي هنا مطعم، وفي سوبر ماركت، بيفتحوا من الفجر فول وطعميه ومش عارف ايه وكلام من ده. خلاص، وفي هنا هو يا جماعه محلين او 3 علف، اللي عايز يشتري علف سمك، عايز يشتري علف فراخ، هيلاقي هنا في المنطقه اهو برضو في الحته دي، في المنطقه دي كده في واحد بتاع جمبري، هبقى اسيب لكم تليفون، بيكون عنده جمبري، بس بيجي على الساعه 7 8 كده، على ما يروح بقى الشخلوبه يجيبه ويرجع، بيكون متواجد في الحته دي، فهيبقى في جمبري في ضمره. خلاص، هنا في فرن في المنطقه دي قدام الموقف، في فرن، ولو عديت الكوبري هتلاقي هنا في مطاعم، وهتلاقي في فرن برضه، وهتلاقي في بتاع مقله، وهتلاقي كل حاجه. هنا في مسجد كبير في المنطقه دي، يعني المكان ده انت هتحتاجه. هنا على الكوبري هتلاقي واحده بتبيع عيش، هنا واحد بيبيع عيش، هنا ناس بتبيع سمك وانت مروح لو ما اصطدتش. طبعا كده انا فهمتك المكان ده. فالمكان ده الناس اللي هتبقى جايه من حتى هتلاقي تلج برضو، الناس اللي جايه من بلدها وما جابتش حاجتها هتلاقيها متوفره هنا. خلاص، من بدري جدا على فكره، يمكن اكتر من الدولي كمان. تمام كده. طيب اللوكيشن هيجيبك عند الكوبري ده يا جماعه، احنا هنمشي على الطريق ده، ما تمشيش على ده عشان تراب، هتمشي على ده، هو في كم مطب هنا بس عادي. هنبدا نروح للميه يا جماعه، ركزوا معايا بقى، الكلمتين اللي قلتهم في الاول دول كانوا مهمين طبعا عشان تفهم الدنيا فيها ايه. هنمشي على الطريق ده يا جماعه عادي خالص، هنمشي لحد الكوبري اللي بعده، المسافه بسيطه، المسافه بسيطه، ده مش كوبري، دي معديه كده حديد، هتمشي، ده مسافه اهو وده تراب اهو، امشي على ده، خليك على ده. خلاص، افضل ماشي 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 ماشي، وخلي بالكم في بنزينه برضو قدام كده، يعني على حد عايز يمون ولا حاجه. هتمشوا يا جماعه لحد الكوبري، مسافه مش بعيده، كيلو مش كتير يعني. هنفضل ماشيين هنا لحد ما نوصل للكوبري. بصوا يا جماعه، نقف هنا بقى، افهموا بقى الحته دي عشان الحته دي مهمه. شايفين ده الاسرائيلي. بصوا يا رجاله، لو انت حابب تروح، دي الترمبات اهي بالمناسبه، اصغر لك الصوره شويه عشان تشوف، دي الترمبات اهو، تمام. لو انت حابب تروح النصرانيه هتعدي الكوبري ده كده وتمشي كده، هتروح النصرانيه، وانا عامل لكم فيديو قبل كده، اول فيديو عملته، وهعمل لكم فيديو تاني انا مجهزه يعني، تمام. لو حابب تطلع على الاسرائيلي هتعدي برضو الكوبري وتيجي كده، تيجي كده وتخش، ادي الاسرائيلي اهو. ده مشيت على الطريق ده على لحد اخره هتلاقي الدولي. طيب اول كوبري بعد ما تمشي كده، اول كوبري سيبك منه، تاني كوبري هيبقى كوبري النمل، تالت كوبري هيبقى كوبري ايه، علي سلامه، من على الطريق ده. خلاص حلو، اظن الموضوع سهل بقى خالص اهو. هنمشي بقى، احنا مش هنعدي الكوبري ده بقى، احنا هنمشي على طريق الشخلوبه، هنمشي، خد بالك السكه بتلف بيك اصلا، ما تقلقش، هنمشي لحد ما تلاقي السكه بتلف بيك اهي.
طبعا هي ماشيه طوالي هنا في الترابه، لا احنا مش عايزين نمشي كده، احنا هنمشي مع الاسفلت اهو قدام الطرمبات على طول. هنفضل ماشيين مسافه بسيطه، دي سكه اسفلت يا جماعه، هنفضل ماشيين عليها. الابيض ده دخان بقى ولا شبوره معرفش، المهم هنفضل ماشيين عليها. انا بقى هريح لك الدنيا شويه اهو. هنفضل ماشيين على السكه دي يا جماعه اهو عادي. في مشكله؟ طبعا يا جماعه السكه دي هم بيعملوا اصلاحات في الطريق، بس السكه ماشيه. ده هم نص السكه بيوسعوها بقى، ولا بعرف بيعملوا فيها ايه. المهم يعني السكه ماشيه عادي، رايح جايه اهي، ناس رايحه جايه، عربيات رايحه جايه اهي. خلاص هتفضل ماشي 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 ماشي، مفيش اي مشكله، السكه ماشيه بيك خالص، مفيش داخله يمين ولا شمال بس من السكه غير في الاخر اهي، ماشيه بيك عادي خالص اهو اسفلت. تفضل ماشي ماشي اهو، افضل ماشي ماشي ماشي، دي مش داخله، ده كوبري ساك منه. افضل ماشي 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 اهو على الاسفلت، والمايه ده على شمالك. زمان من سنين كنا بنصطاد على المايه دي، بس هي دلوقتي مش حلو. نفضل ماشيين 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 ماشيين، بس هنخش كده. اقف بقى هنا، شايفين السكه دي؟ السكه ديت لو احنا خدناها كده اهو هنطلع على سيدي سالم، والناس اللي جايه من سيدي سالم ممكن ما تدخلش ضمره وتخش من على اول السكه دي وتيجي كده. خلاص، بس هي السكه حجاره بقى ومدشدشه ومكسره فملهاش لازمه، واصلا هي مش هتخدم الناس اللي جايه من القاهره واسكندريه، القاهره والمنوفيه ومحله وطنطا والشرقيه، مش هتخدمهم لان هي بعيده عنهم، يعني مش هيجوا من هنا. خلاص، هتخدم اللي جاي من دسوق وجاي من دمنهور والكلام ده كله. وبرضه لو انت ناقصك طلبات ولا حاجه، الطريق ده معلوش غير محلات صغيره كده ما فيهاش اللي انت عايزه، فالطريق ده برضه بديل لو انت حاجتك جاهزه وعارف الطريق وجاي منه. مش عارف خلاص، ده الطريق ده احنا جايين كده صح. انا بحكي لك بالتفصيل اهو عشان خاطر بالله عليك ما تتوهش. هنفضل ماشيين على السكه دي، هنمشي اسفلت برضه، هنفضل ماشيين ماشيين لحد ما نلاقي المحيط التاني اهو، اللي الناس كتير ما تعرفوش. ده المحيط التاني، ده بقى بيصب في البحيره. خلاص، ده بيصب في البحيره ودخل فيه ميه من النيل ودخل فيه ميه من كل حته يعني. تمام. هنمشي على الطريق ده اهو، هنمشي على الطريق ده اهو، هنمشي على الطريق ده اهو، هنمشي على الطريق ده اهو. بس اقف هنا. السكه دي بتطلع زي ما اطلع كده هنا، وده كوبري. الكوبري ده يودينا فين بقى؟ ركز بقى عشان بعد كده انا هدخلك الحتت دي، هيدخلك على منطقه الهوكس ومنطقه الزبايده ومنطقه الغبايشه. تمام، منطقه مزارع برضو، مناطق 10 على 10 10 على 10 على 10. خلاص، هيدخلك على سكه الجوابريه، والناس اللي جايه بقى من سد خميس وجايه من ابو غنيمه بتيجي من على الطريق ده. وفي لو احنا مشينا كده ودخلنا بقى شمال هنلاقي عزبه اسمها عزبه كوم الدهب. العزبه دي اسمها كوم الدهب بس مش دي المقصوده يا جماعه. المنطقه ديت كلها اداريا اسمها كوم الدهب في محارك البحث، فعشان كده احنا بنقول عليها كوم الدهب. انما في عزبه اسمها كوم الدهب دي ما فيهاش ميات. خلاص عشان بس تبقوا عارفين. خلاص طيب، هل هنعدي على الكوبري ده بعدين؟ في ميات كتير هعديكوا عليها، ميه الكهرباء بقى وحاجات وكده، انا عارف ان في ناس هتزعل. المهم يعني هنكمل طوالي. لما نكمل طوالي رايحين فين؟ رايحين على الشخلوبه عدل، اخر السكه الشخلوبه على طول، اللي فيها السمك لو عايز تشتري سمك، فيها الجمبري لو عايز تجيبه، وفي طبعا هسيب لك تليفون الراجل بتاع الجمبري. يعني بصوا، انت كده في الامان يعني. خلاص، هتفضل ماشي على الطريق ده. بص بقى يا عم، ركز بقى في الحته دي. هتفضل ماشي لحد ما تلاقي مقابر على الشمال. مقابر، انت كده مفيش مقابر اهي، ده هتبقى باينه وواضحه وضوح الشمس، صيف شتاء، عشان تبقى انت ماشي مرتاح. والمسافه مش بعيده يعني، 2 كيلو ولا حاجه اقل كمان. هتمشي هتمشي هتمشي، سيبك بقى من اي حاجه يمين وشمال، بعدين هكلمك في الحاجات دي بس مش دلوقتي. خلينا بس نروح الميه اللي انا قصدها. هنفضل ماشيين 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 ماشيين. في ممنوعات هنا يا جماعه، في ممنوعات فما تفكرش. بص يا جماعه، المنطقه دي كلها انا حافظها بالشبر، وعارف دي ميه مين ورايحه فين وجايه منين واللي بتقعد عليها واللي الناس بتمنع منها، كل الكلام ده عارفه. خلاص، فمحدش يفكر، خليكم ماشيين ورايا بس الاول كده. هنفضل ماشيين 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 ماشيين. سموا ده مصرف الاملاك اهو زي الاسرائيلي، عشان تعرفوا ان مصرف الاسرائيلي اسمه الاسرائيلي بس مش الاملاك. افضل ماشي كده، ماشي 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 لحد ما تلاقي مقابر اهي، بانت اهي صح. المقابر باينه اهي واضحه. اظن لو انت ماشي بالليل ماشي بالنهار هتشوفها. ماشي يا جماعه،
دي العلامه بتاعتك على فكره، علامه الميه، المقابر اهي. طبعا في ميات قدام الميه وحاجات كده، انسى الكلام ده، بس خلينا بس ايه ادخلك على الميه. اول ما نلاقي ما نعدي المقابر هنلاقي كوبري، خد بالك خد بالك، هنلاقي كوبري الميه اهي. بعد ما خلصنا المقابر، مقابر مقابر مقابر، هنلاقي كوبري اهو، كوبري اهو. الميه عند الكوبري، بس قبل الكوبري بصوا يا جماعه، دخلت الميه اهي اهي، والكوبري اهو. يعني المقابر اهي، المقابر اهي، والدخل على طول اللي بعد المقابر، مفيش دخلات هنا اهي. بصوا لاحظوا لاحظوا لاحظوا، مفيش دخلات اهي اهي، مقابر اهي ومفيش دخلات. اول دخله بعد المقابر هي دي اللي هتدخلها، وعلامتك الكوبري، وعلامتك الكوبري. اظن كده بقى انا ايه تمام كده معاكم. تعالى بقى نخش الميه، تعالى نخشوا الميه. ماشي يا جماعه، يبقى الكوبري اهو اهو، الكوبري اهو، والميه اهي. حلو. انت هتدخل على الميه من هنا، هيكون في بوابه هنا يا جماعه، البوابه دي مفتوحه ما تقلقش، البوابه دي بتبقى مفتوحه ما بتقفلش، عشان تبقوا عارفين. الناس اللي هنا اصحاب المكان ده طيبين جدا، ماشي. انتوا خليكم كويسين مع الناس هناك، الناس كويسين، عشان ما يمنعوش حد. لو لقوا دوشه ووجع قلب هيمنعوا الناس يا جماعه، ما تزعلوش مني. دي الميه اهي، هنفضل ماشيين بقى كده، مالناش دعوه بقى. عايز تصطاد من اولها لحد اخرها براحتك، معاك المكان كله اصطاد فيه على فكره، مالكش دعوه بده عشان ده تبع المزرعه. افضل ماشي على الطريق ده، افضل ماشي على الطريق ده، والميه معاك هيصطاد في اي مكان. افضل ماشي على الطريق اهو، كل دي الميه، كل دي الميه اهي، دي الميه، دي الميه اهي، الميه واحنا ماشيين عليها اهو، ماشيين عليها من هنا، ماشيين ماشيين، كل دي الميه، كل دي الميه طويله، حاجه جميله يعني. تعالوا بقى. مش انا جيت في الفيديو الاولاني، انا يعني هحطها في المقطع ده، بس يلا هحطها في الفيديو ده برضه. مش انا جيت في الفيديو الاولاني وقفت لكم هنا وقلت لكم في مروه اهو، بس المروه ده ما حدش يصطاد فيه، ما حدش يصطاد في المروه ده يا جماعه بعد اذنكم، تمام. جيت انا كده وشاورت لكم على الايه، ودخلت لكم بين الميتين دول، شايفين الميه دي ما حدش يصطاد فيها برضه. الميه دي بالله عليكم ما حدش يقعد عليها عشان ما تعملوش مشاكل، بالله عليكم انا باكد، ما حدش يقعد على الميه دي. كلام واضح اهو. هتدخل معاك الميه الكبيره اهي، ومعاك المروه ده عادي، وهتدخل لما انا دخلت كده بين الميتين اهو، دخلت لكم كده افتكروا صح كده، انا دخلت بين الميتين اهو، وقلت لكم الميه ده اهي اخرها اهو، والميه دي مكمله. الميه دي كانت واسعه سنه، والميه دي كانت ضيقه سنه عشان خاسه، صح. وكان في زي حديده كده محطوطه، صح. مش هو ده المكان اللي انا وصفته؟ ماشي يا رجاله، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم حافظوا على المكان وما تزعلوش الناس. خلاص، الناس هناك طيبين ومحترمين، وساعوا بعض، وما تخانقوش على الميه. الميه كلت، الميه ما كلتش، ده رزق. الميه دي جميله، زي اي ميه بتروح هتاكل، واي ميه بتروح ما بتاكلش. فانا كده يعني ايه، الموضوع الصياده ده بيبقى رزق يا جماعه. خلاص، انا وديتك الميه اهو، ركز على المكان ده ومالكش دعوه باي حاجه تانية، انا برضو هاخدك واحده واحده كده. خلاص، ربنا يرزق الجميع يا رب. السلام عليكم.